صباح النور، صباح الخير، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ مع هاد الصوت ديال الانسان والوليدات بغيت نشارك معكم نهارين، نتمنى ان شاء الله يعجبكم و... ونقولوا بسم الله. اول حاجه عرفتو كنت دايره في بالي خاصني نوض نخمل الصاله، شحال هادي ما خملتها قلت صافي غنبقى عاكزه اليوم غدا اليوم غدا. صراحه تيجيو دوك المساعدات هنايا كاينين ديال الساعه، تيجيو عندك شحال ما بغيتيهم 4 سوايع 5 سوايع انتي والجهد ديالك. ما عيطت ليهمش انايا قبل، ففي نهارهم ما يقدروش يجيو، في نفس النهار خاصك تكوني عالماهم قبل بنهار عاد باش تيجيو. صافي مادام انا كنت حاطه في بالي قلت صافي غادي نوض نخمل راسي بشويه عليا، واللي قديت نهزها واللي ما قديتش نجرها. المهم هنايا حيدت السدادر كاملين، درت تخميله يعني كبيره. حيدت السدادر هما الاولين، شطبت من تحتهم، مسحت الغبره. راه كاينين شي حوايج دوزتهم ما كاينلاش يعني دوزتهم. صافي حيدت ستيدرات كاينين البونج عندي، خرجته على برا شويه الشميسه وصافي شطبت هنايا الموكيط. من بعد ما حيدت داكشي ديال السدادر من التحت باش نجمع الموكيط يكون نقي، باش ما يبقاش ليا فيه داك فاش نبغي نفرشو نبقى واحله معاه. صافي المهم هنايا جمعته وغادي نبدا نسيق باش غادي نقي يعني الارضيه. صافي مشيت درت هنايا، راكم عارفين المستند الرسمي ديالنا هو التيد وجافيل. ايوا. صراحه الا ما كانش راه ما كاين والو، بحال اللي ما سيقتي ما جففتي ما درتي والو. صافي هنايا مشيت نعمر هاد السطيل او باش غادي ندوزو للصح يا اختي. المهم انا ما شاركش التفاصيل كامله، راه التخمال راه تبارك الله كلشي تيعرف يخمل، راه غير بغيتي باش نشارك معكم الروتين ويكون يعني فيديو اللي فيه كلشي. المهم انا من بعد ما مسحت الحيوطه وداك الشيء وهذا، عاد من بعد سيقت وصافي صبنت دوك الطليمطات دوزتهم نيشان ملي حيدتهم درتهم في الماكينه دغيا دورتهم. ما عنديش يعني طلامط بزاف، غير على حساب القياس اللي عندي. صافي خرجتهم. عرفتي حنا راه عندنا يعني تصبني في نهار يعني يلا تخرجيهم وينشفوا، يعني الحراره ما شاء الله. واخا دابا راه بدا الجو تيبرد، ولكن الحراره واخا ديك السخونيه كاينه دغيا تتصبني الحوايج ولا هذا، لا خرجتيهم بكري دغيا ينشفوا. صافي المهم هنايا دزت باش نوجد الغداء، اكيد غادي يجيني الجوع وغنبغي نغدي ولادي وداك الشيء، فقلت غادي نمشي نوجد بعد الغداء نخليه يطيب وعاد من بعد نكمل داك الشيء اللي باقي ليا. هنا كانت عندي الكفته، قلت شنو غادي نديرها، واش نديرها طاجينيه والبيض، واش هذا. البارح كنت دايره الحريره يعني كليتها، يعني درت راكم عارفين المطيشه تكون بزاف في الحريره والبيض مسلوق، فقلت صافي يعني واكله البيض واكله هذا فنغيروا شويه. صافي درت عندي هنا 6 كيلو الكفته، درت معاه قزبر مطحون، شويه البزار، شويه الكمون، هادشي اللي غادي ندير معاه هي. والتوابل الاخرى غادي نخليهم الصلصه اللي غادي ندير من الفوق، يعني المرقه اللي غادي ندير من الفوق. هنايا القزبر ومعدنوس والثومه. القزبر ومعدنوس راه ما درتش هنايا الملحه حيت دايراها في هذيك القزبر ومعدنوس، فما بغيتش نزيد الملحه، خفتها لا تجيني مالحه. وفعلا يعني درتها جات الملحه هي هذيك كانه عبار. صافي هنايا خديت هذيك الكفته، نتوما تديروا القياس شحال نتوما، نص كيلو قل كتر على حساب الافراد ديال العائله وعلى حساب الموجود، وزيدوا الكفته غير تعطي داك المذاق وصافي. سبحان الله انا ما عنديش مع اللحم بزاف، ما عنديش مع هاد الكفته صراحه، شويه وصافي. غير دابا على ود الوليدات درتها، تنبغيها بحال هكا مشويه ولا مره، ولكن ما عنديش معها الصراحه بزاف. ولكن بهذه الطريقه الصراحه تجي بنينه، غير جربوها. هنايا خديت واحد البطيطات غسلتهم ما يطيش حتى هي، واحد القرعه. الا ما كانوش وليداتكم تيبغيو لكم الخضره تقدروا ديروها لهم بهذه الطريقه هذه، راه تجيهم زوينه. صافي شديت هذوك البطيطات قطعتهم دوائر كيف تشوفوا، وشديت واحد البصيله اللي فرشتها من التحت، وتناخذ واحد هذه كفيته تنديرها حتى هي
تندورها وتنلصقها مع ديك البطاطا ولا القرعه ولا مطيشه. يعني داكشي درت بطاطا قرعه مطيشه هكا بقيت غاده صافي. المهم حتى كملتها كامله. وعرفتوا فاش تكوني تتخملي ولا تديري شي حاجه ضروري عتقي راسك بشي حاجه ديرها طيب، لان غادي يجيك واحد الجوع عجيب غريب. فخاصك تكوني موجده شي حاجه باش تعتقي راسك. يعني ملي تسالي تلقاي راكي لاقيه شي حاجه، يعني تجلسي مع راسك تاكليها شي بريري تاتاي من بعد او هانتي مساليه. المهم هنايا ملي ساليت تيجي على هذا الشكل هذا، غير المنظر ديالها راه تيجي رائع صراحه. خديت هنا واحد 3 الفصوص ديال الثومه غسلتهم وغادي ندير، تعجبني انا الثومه، وزدت هذيك 3 الحبات. اللي بغى يزيد الفلفله حاره، اللي بغى عندك اختيار ديري اي حاجه انت بغيتيها. حتى بالنسبه للخضره ديري الفلفله ديري داكشي اللي عجبك. هنايا درت شويه القزبر مطحون، الكمون، شويه الملحه، شويه التحميره، شويه البزار وشويه الخرقوم، وزدت داكشي اللي بقى عندي ديال القزبر ومعدنوس مع الثومه وشويه زيت البلديه. وغادي نزيد شويه حكه المطيشه طماطم معلبه، وغادي نزيد واحد شويه ديال الدبس الرمان اختياري، الا كان متوفر عندك، ما كانش ماشي ضروري. صافي ديري منه غير شويه حيت تيعطي داك الحموضه. هنايا تقريبا واحد نص كاس ديال الماء باش غادي نخلط ديك الصلصه ديالنا. واش الصلصه ولا مشات لي المهم ما علينا. غادي نديرها من الفوق. اصلا الخضره راه تطلق الماء، يعني بلا ما تكثروش الماء لانها تطلق هي الخضره مطيشه، خاصه القرعه الخضراء تطلق حتى هي الماء. فما تكثروش، ديروا غير نص كاس راه كافي، غير باش تشرب لينا. كيف قلت لكم راه الخضره اصلا تطلق الماء. صافي تندوز هذيك الصلصه كامله على هذيك الخضره وتنغطيها بورق الزبده، ومن بعد تندير لها بابي الومنيوم وتندخلها للفران. تتاخد شويه الوقت على حسب البطاطا باش طيب لينا وهذا. المهم ديروها وانتي تكوني تقضي شغلك وهذا، راه غير البطاطا. اما داكشي الاخر دغيا تيطيب بالنسبه للكفته وهذه، غير البطاطا اللي شويه تشد الوقت. ولكن صراحه يا سلام تجي بنينه بزاف، غير جربوها غادي تعجب حتى وليداتكم. هنايا من بعد ما طابت الشكل ديالها رائع، تيجي الشكل ديالها لا شكلا ولا مذاقا صراحه، تجي لذيذه بزاف. تقدري ديرها غير هي والبطاطا، هي و داكشي اللي تيعجبك في الخضره مطيشه. المهم ولكن بالبطاطا راه المستند الرسمي الوليدات تيبغيو، وحتى حنا الكبار راه تنبغيو البطاطا صراحه. على حساب كل واحد وشنو تيبغي، ماشي كلشي عاوتاني. المهم هنا صافي راني لمط، دخلت ليمطات لقيتهم نشفوا كيف قلت لكم، راه دغيا تينشفوا. صافي لمطت هنايا وغادي نقاد المخيدات وهذا صافي. وهذا هو الروتين اختي ديال اليوم. عرفتي فاش تكوني محلفه على شي حاجه صافي خاصك تنوضي ديريها وربي كبير. يعني صافي سبحان الله تتحسي حتى بواحد الطاقه نفسيه ملي تتبدلي. شوفي في الدار مثلا بدلتي شي حاجه الكوزينه نقيتيها مسحتي الثلاجه، هذا تتحسي بواحد الطاقه سبحان الله. وتا ديك الغبره وداك الشيء ما مزيانش تبقى في الدار، تتحسي بواحد الكآبه، ما تكونيش مرتاحه. سبحان الله تتنوضي تتخمري تسيقي دارك ديري داكشي اللي تقدري عليه. ماشي الانسان غادي يبقى هو دائما غير التخمال والتسياق وهذا، لا شويه هكا وشويه هكا. غير هي فاش تسيقي وتتخمري وهذا تتحسي سبحان الله بواحد الطاقه ايجابيه، وتتكون الدار نقيه وتتكوني طالقه القران وتتجمعي دارك. سبحان الله. يعني انا احنا العيالات هكا، يعني راحتنا تتكون بحال هكا، تكون الدار نقيه حيت الاكثريه تكونوا في الدار. يعني تتبغي تكون ديك الدار تكوني مرتاحه فيها، يعني ما تكونش مرونه وهذا. لكن بعض المرات راه الانسان تيعيا تيجي واحد الحالات الملل تيبغي يجلس عاوتاني يرتاح وتستمر الحياه. واكيد غادي تنوضي، ما يمكنش غادي تخلي ديك الروينه.
صافي هنايا راه سيقت قدام الدار عندي هاد البلايص هادي فين تنشر فيها وداكشي حتى هي تتغبر الغبره عندنا شويه حنايا هنايا في الخليج. صافي وهنايا بخرت شويه الدار بهذا باللبان، اللبن الذكر ديال الاصلي صراحه زوين حتى هو تيطرد الطاقه السلبيه وهذا ما كان. وهنايا دزت ندير واحد الماسك لشعري حيت بغيت ندوي شعركم عارفين مع التخمان والغبره وهذا ضروري تخوي عليك شويه الماء، الانسان تيعرق ما يمكنش غادي تنعسي هكاك. فقلت غادي نغسل دير ماسك لشعري بعدا على الاقل نخليه واحد ساعه ولا ساعتين بلا ما يعني تيبقى فيك الحال ملي تغسلي شعرك وما تديري ليه والو عرفتي. فقلت المهم عندي هذا الشيء ندخل نديرو. درت واحد الزيت راه كنت ديجا شاركته معكم عندي في واحد القريعه حتى هو شققت فيه شعري، وعاد درت هذا الماسك هذا شويه نرطبوا به الزغبه. راكم عارفين الا كنتي ديري الحنه وهذا خاصك ضروري شي ماسكات هكا اللي يرطبوا مره هكا مره هكا. فقلت علاش لا ما نديرش هذا الماسك وصافي وانا نديرو قلت نشاركو معاكم. ما عرفتش شنو كنت بغيت نقول مشات ليا والله الا مشات ليا الله يفكرنا في الشهاده. صافي هذا الماسك هذا فيه لافوكا، فيه صفار بيضاء على حسب شعرك. الا كان ناشف ديري غير الصفر، الا كان عادي ديري بيضه كامله. دانون مسوس وواحد معلقه ديال النشا. وعندي هنايا تفكرت عندي واحد البنانه حتى هي طايبه مسكينه اكثر من قلبي، قلت اجي علاش نخليها تضيع لما نديروها حتى هي نديروها لشعرنا. صافي حتى هي زدتها مع هذيك اليوم عصير شربوا راسي ايوا والله الا جيتي تحسي بالشعر حتى هو تيبغي بحال هاد الماسكات وجيتي تحسي بيه مسكين تيشربوا. صافي درت معلقه هنايا ديال النشا وزدت زيت البلديه. نتوما لكم الاختيار ديري اي زيت ترتاحي ليه وتيجي مع شعرك ديريه. زيت البلديه هذه اللي عندي انايا ماشي مالحه حلوه فمزيانه للشعر يعني تتنزل لي الصغبه. ولا ديري زيت جوز الهند ولا زيت الجلجلان، انا تيعجبني صراحه الزيت ديال الجلجلان واعر الصراحه تيعطي واحد زوين للشعر. دابا نشاركو معكم ان شاء الله كيفاش تنصايبو غير يعني تنصايبو غير في الدار. الا ما خديتيش يعني من عند داك شي طحنو تصايبيه غير في الدار، تاخدي زريعه الكتان وزريعه هذا والجلجلان تحمريهم شويه. انا قلتها لكم كاع بلا ما تحتاجيش نديرها معاك. وتطحنيهم ديريها في واحد القريعه تخوي عليها غير الزيت العاديه بلا زيت بلديه بلا والو غير زيت العاديه وتسدي عليها تخليها واحد سيمانه ولا 15 يوم. غير سيمانه راه تتعطي المفعول. يعني في السيمانه الاولى تقدري ديري والسيمانه الجايه راه تكون وصلت 15 يوم. يعني المهم الوقت اللي درتي وكنتي بغيتي زربانه به ديري عادي ماشي مشكل. وغادي تشوفي الزغبه ديالك كيفاش غادي تولي نازله. وخاصه ملي تغسليه وتصايبيه وداكشي تحسي بشعرك ولا يعني ماشي انتي مصايباه هو تيبان لك داك الشعر ناشف واقف ما خاصه تصايبيه حتى حاجه ما تتبان فيه، خاصو غير الزويت والماسكات. المهم هنايا نتوما تشوفوا هذا بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا يعني من التحت تزيدي تديري من الفوق لشعرك مزيان ومن التحت داكشي اللي بقالك بغيتي تزيدي ليه شي معلقه ديال شي ماسك عندك زيديها وديري من الاطراف. وهنايا بيجيمتي وريحتي واختي وتنقول لكم تهلاو ليا في راسكم. سلامه.